صباح النور، صباح الخير البنات، كي دايرين؟ او مساء النور، لا كنتو غتشوفوا الفيديو ديالي في العشيه. المهم هذا الفيديو راه كنصورو في الصباح. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديالي ديال اليوم، فيديو جديد ونهار جديد مع اختكم ليلى. ايوا كيف ما كتشوفوا بديت لكم الفيديو من برا البنات، انا في البالكون خرجت نشرت هاد الحويجات كيف ما كتشوفوا معايا، وكنوقف واحد شويه نستنشق الهواء وعاده كندخل نبدا نهاري البنات. المهم كيف ما كتشوفوا الجو شويه عندنا مغيم. هنايا شغلت التلفزيون، غادي ندير القران البنات، ضروري ما كندير القران فاش كنفيق الصباح. هنا غندير سوره البقره، يوم الجمعه كندير سوره الكهف. المهم كل مره اشنو كندير القران مزيان البنات. صافي غنخليه خدام وندخل الكوزينه. المهم هنا البنات قبل ما غنبدا الغدا ديالي غادي نشرب واحد القهيوه باش نقادو بها المزاج، باش نعرفوا شنو غادي نديرو نحلوا عويناتنا. المهم انا غندير واحد كابتشينو او نسكافي بالحليب. المهم البنات غنشارك معكم الغديوه ديالتي اليوم، غنشارك معكم مقتطفات منها وغنشارك معكم الوصفه الاساسيه اللي انا باغا نشاركها معكم البنات. نتمنىكم دوزوا وقيته زوينه معايا. المهم انا عارف العاده ديالي والبنات القدام اللي متبعوني عارفيني ما كنفطرش حتى كنطيب ونجمع الدار ونسالي. هذا كان فيا طبع البنات، لان انا اصلا ما كنقدرش نفطر، ما كنفطر حتى كنمشي للمغرب البنات. عاده كنولي كنفطر مع الجماعه والمسمن البطبوط راكم عارفين. اما هنا راكم عارفين كنشرب غير كاس الشاي ولا كابتشينو بحال هكا مع شويه بسكوت ولا هذا وصافي. المهم انا صايبت ليا واحد القهوه كيف ما كتشوفوا، وغادي نوريكم الخبيز البنات. بزاف ديال البنات سولوني، كاينين اللي سولوني في الانستغرام قالوا لي واش ما كينشفش لك الخبز، كاينين اللي جاوبتهم وكاينين اللي ما جاوبتهم. الصراحه ما بقاش عندي الوقت. هاد الخبيز هذا ما كينشفش ليا البنات. السر باش ما كينشفش لكم الخبيز انه ملي تخرجوه من الفران ترشوا عليه الماء، ترشوا عليه الماء وتغطيوه بهذاك الزويف اللي كتكونوا حاطينه كيبقى رطب البنات. هذيك ما كيقصاحش كيف ما كتشوفوا ها نتوما راه رطاب كيبقى على مزويناته. هنا بعد ما فطرت غندخل الكوزينه. ها نتوما البنات غنبدا معكم الوصفه اللي انا باغا نشاركها معكم. هنا عندي صدوره ديال الدجاج ديجا غاسلاهم بشويه الدقيق، شويه السكينجبير، شويه الحامض، الملحه راكم عارفين. وهنا العطريه عندي توم باودر، وعندي شويه الكركم، وعندي البصل باودر، وعندي القزبر ومليحه وشويه البزار. ولا عندكم التوابل ديال الدجاج تقدروا ديروها، ما عندكمش صافي غير هادو راه كافيين البنات وكتجي التتبيله يا سلام. هنا البنات عندي بصله اللي انا طحنتها وخديت غير الماء ديالها البنات عصرته. المهم انا راه عصرتها خديت غير الماء، ما نحتاجوش ناخذ داك التفل ديال البصله ما نخدموش به. عصرتها وواحد المعلقه ولا جوج معالق هكا ديال المطيشه حتى هما كنت طحنتهم، خديت غير شويه ديال المطيشه. وهنايا عندي الحليب، نصف كاس ديال الحليب. تقدروا تعوضوه بدانون مسوس، بالعاده كندير دانون مسوس ولكن ما عنديش، بدلته بالحليب. المهم عندكم دانون ديروه، ما عندكمش ديروا الحليب. وهنا عندي المطارد زوين كيجي فيها التتبيله هذه، عند المطارد ديال المغرب كتجبتو معايا. وعندي نصف حامضه. صافي هادو هما التوابل اللي غنحتاجو في هذه الوصفه هذه. وصدقوني البنات انكم لا جربتوها غتوليو مدمنين عليها وغادي تعجبكم بزاف بزاف. هاد التتبيله هذه خطيره. هنا صافي درت هذاك شويه مطيشه مع هذيك البصيله اللي انايا قلت لكم عاصره غير الماء ديالها. وهنا غنضيف واحد المعلقه صغيره ديال المطارد. المطارد ديال المغرب ما كاينش بحالو البنات. وهنا درت التتبيله كامله اللي ذكرت معكم، وندوقوا المليحه ديالتنا. صافي وغادي نحرك هاد المكونات حتى يتجانسوا مع بعضياتهم كيف ما كتشوفوا. ومن بعد البنات عاده غادي ندير بقيه المكونات كيف ما كتشوفوا. هنا درت واحد نصف حامضه غادي نعصرها. بالنسبه للحليب علاش كنديروه او دانون مسوس باش كيخلي داك الصدوره ديال الدجاج ديالنا يجيو طريين ما يجوش ناشفين البنات. هما والحامض هذا هو الدور ديالهم. صافي هنا غادي نضيف هذاك نصف كاس ديال الحليب. انا البنات هذاك الشيء راه كنديرو عيني ميزاني، ما كنعبر ما حتى حاجه البنات، حيت عارفه التتبيله كيفاش خاصها تكون. صافي هنايا البنات غادي ناخذ هاد الصدوره ديال الدجاج كيف ما كتشوفوا، وراه كنخدم غير بايدي البنات ما كنلبس لا كوانتي لا والو. صافي وغادي نرقدهم مزيان البنات كيف ما كتشوفوا معايا. وبالنسبه لهاد البانيه البنات لا بغيتو ديروه مثلا وتصايبوه وما طيبوهش، ديروه في الفريزر وديروه في شي علبه هكا كتسد، وفين ما بغيتوه كتجبدوه وتقليوه البنات، ما كيطرى ليه حتى حاجه. صافي هنايا البنات كيف ما كتشوفوا معايا
صافي رقدته مزيان، غادي نغطي عليه وغادي نحطو في الثلاجه البنات. انا راه تبلته الصباح بكري، قد ما تبلتوها البنات وخليتوه كيتشرب هذيك التتبيله كيجي بنين، كيجي غزاله البنات. صافي هنا غادي نغطيه وغادي نحطو في الثلاجه حتى يجي الوقت اللي انا غادي نقليه فيه معكم ونكملوا الطريقه ديالو. صافي هنا البنات عندي بيضه ودرت معاها شويه الحليب باش كيحيد لينا ديك السفوره، وشويه البزار وشويه الملحه فقط. وهنا عندي البقسماط او لا شابلور، هو باش غادي نصايبوا هاد الصدوره ديال الدجاج ديالنا. المهم كندير الملحه لان انا ديجا ما كثرتش الملحه البنات في التتبيله. صافي وهنا غنبداو نقادو في الوصفه ديالنا. المهم احنا هنا هذا بقسماط، في المغرب راه كنقولوا ليه لا شابلور. صافي كيف ما شفتوا غادي نحرك مزيان. انا درت غير بيضه وحده، على عندكم غديروا كميه اكثر غتضاعفوا المكونات البنات، يعني تقدروا ديروا جوج بيضات، انا هنا درت بيضه كبيره. صافي هنا غادي نطلع الدجاج ديالي كيف ما كتشوفوا، وغادي اول حاجه كنديروا في هذا البيض مزيان البنات. هكا كنرقدوه مزيان في البيض وكنهزوها بحال هكا، نحاولوا نسقطروها شويه هكا، ومن بعد كنحطوها في هاد لاشابلور هذا او البقسماط وكنضغطوا عليها مزيان بايدينا البنات حتى كتهز لينا هذاك البقسماط. صافي على هذا الشكل هذا. صافي ونحطها على جنب ونصايب الثانيه وتنكملهم كاملين البنات. كيف ما قلت لكم تقدروا في هذه المرحله هذه تاخذوا شي صينيه بحال هكا كبيره وكتستفوا فيها الباني ديالكم كيكونوا بعادين شويه على بعضياتهم، وكديروهم في الفريغو حتى كي هذا يتجمدوا، ومن بعد كتاخذوا شي علبه وكديروهم فيها، ووقت ما بغيتوهم كتجبدوهم. راه ما كيتلاصقوا مع بعضياتهم ما حتى حاجه، كيبقاو يعني غير تحلوا العلبه كتهزوها كتهز معكم بكل سهوله. انا راه كنديرها بزاف هاد الطريقه هذه لانها كتنفعني في ليليا بزاف، وبالخصوص بعض المرات كتكون مزروبه كندير هكا لي باط بالزربه كنقليهم كتجي غديوه يا سلام. صافي هنا البنات غنكملهم كاملين بنفس الطريقه ونرجع معكم باش تشوفوهم كيفاش غادي نطيبهم وتشوفوا الشكل النهائي ديالهم. اهم حاجه البنات هنا عندي الزيت تسخن مزيان، يكون الزيت هكا شويه زايد باش يتقلاو مزيان البنات. ضروري ما يكون الزيت هكا مغطيهم. صافي هنا كناخذ المعلقه وكنبقى نكب عليهم هكا من الفوق للبلايص اللي ما كيوصلهمش بحال هكا الزيت. عارفين الزيت غلا البنات بزاف، ولكن ما عندنا ما نديرو، مره الواحد كيدير بحال هاد الشهيوات هادي. صافي هنا البنات كنبقى بحال هكا نحركهم غير بشويه، والنار ما تكونش عاليه وما تكونش ناقصه البنات، راه كيطيبوا بسرعه. صافي هنا راه بعد ما قلبتهم كيف ما كتشوفوا غير كياخذوا داك اللون الذهبي. صافي وكنقلبوهم البنات. غادي نكملهم كاملين بنفس الطريقه البنات باش ما تفكش لكم هذيك الجلده على الحيمه ديال الدجاج. ما ديروش بحال هكا الفورشيطه وتبركوا تخشيوها فيها وتقلبوا، لا بحال ما انا دايره هكا غير بالمعلقه تبقاو تهزوهم وتقلبوهم غير بالمعلقه بحال هكا، ما تدخلوش ليهم بحال هكا نتقبوهم، لا طقبتهم البنات هذيك القشره الفوقانيه كتحيد. هنا حبيباتي هذه الطويبله المتواضعه ديال اختكم، كل نهار ورزقوا البنات. وهادو هما الباني او صدوره ديال الدجاج اللي حضرت معاكم. صدقوني البنات كيجيو غزالين كيجيو فنين كيف ما كتشوفوا، راه هما كيهضروا على ريوسهم. نتمنىكم تقولوا لي في التعليق كيفاش جاوكم وكيفاش جاتكم الوصفه ديال اليوم. صافي درتهم ورافقتهم مع شويه سباكيتي كيف ما كتشوفوا وبطاطا مقليه وشويه سلطه. المهم راه انا ومحمد اللي غنتغداو، اللي راه كلات حيت هو تعطل وجاه الجوع. صافي انا راه حاطه داكشي على طبيعته البنات، ما كاين زواق ما كاين والو. هنايا غادي نقطعها معكم وغتشوفوا الباني او الصدوره ديال الدجاج كيفاش كيجيو من الداخل. ها نتوما راه كيجيو رطبين وغزالين، راه ما كيجيو لا ناشفين لا حتى حاجه. وتمنيت انكم تجربوهم لانهم يستحقوا التجربه وكيجيو الطوب. نتسنى تعاليقكم. سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نعاود لكم السلام. ما بنتش معكم في بدايه الفيديو، قلت والله تنبان معكم في اخر الفيديو البنات. سمحوا لي ما بنتش معكم، علاش؟ راكم عارفين كل لابسه غير البيجامه ديال الدار وما دايرش فولار ديالي. انا ما كنبغيش البنات نصور بالبيجامه ديال الدار. قلت ضروري ما نبان معكم في نهايه الفيديو. نشكركم كاملين على الفيديو ديال الرفيسه، النهار اللي درت الروتين معكم ودرت الرفيسه بزاف ديال البنات عجبتهم الرفيسه، وداك الفيديو ما شاء الله جاب مشاهده. كنشكركم وراكم ديما في القلب. ضروري ما نخرج ونشكركم البنات، فرحني هذاك الفيديو. واخا الفيديوهات اللي من وراه ما جابوش المشاهده ولكن ماشي مشكله.
ان شاء الله باذن الله انا عندي واحد الثقه ان القناه غتبان كيف ما كنقولها لكم ديما. المهم الوصفه اللي شاركت معكم اليوم نتمنىكم تجربوها البنات، صدقوني انها غتعجبكم وتعجب وليداتكم وكتجي طوب طوب طوب، كتجي بنينه البنات. انا راضيه مشاركاها معكم في بداياتي في القناه، وهاد المره هذه قلت والله تنعاود نشاركها معكم وجربوها، وملي تجربوها قولوا لي كيفاش جاتكم. غير تبلوها البنات وخليوها ونساوها او ديروها بالليل وتفكروني، كيجي زويون كيجي غزال البنات. المهم راه كيف ما شفتوه في الفيديو، ما نقولش لكم وانا كنقري فيه ريحته كيفاش دايره ديك التتبيله، كيفاش كتولي الريحه ديالتها يا سلام يا سلام. المهم بلا ما نطول عليكم، نتمنى الوقيته اللي دوزتو معايا تكون زوينه. غير بغيت نشارك معكم الهديه اللي جاتني من عند جارتي من السعوديه. كنا يلا تغدينا جمع الطاوله تدق الباب، انا ما كاين حد يجي عندي. ملي حل محمد الباب تلقينا مسكين راجلها جايب لي هذا الكيس، هذا قال لي هذا صيفطاتو المدام، جابت لي هذا المعمول بالتمر جايبينه من السعوديه لان هي ما كانت في السعوديه. جابت لنا مسكينه هذا المعمول هذا. صراحه انا عزيز عليا هذا المعمول بالتمر البنات، كنشريه من هنا كاين، ولكن هذا ديال السعوديه. كنشكرها من هذا الفيديو، واخا هي ما غاديش تشوف الفيديو ديالي. المهم انا كنشكرها. الصراحه فرحاتني انها تفكراتنا وجابت لنا شي حاجه معاها، الله يخلف عليهم وردوها لهم في ساعه الخير بطبيعه الحال. قلت والله تنشاركوا معكم البنات ونوريه لكم وتشوفوها نتوما. ما بغيتش نحلها دابا، ها نتوما الاضاءه ضارب الضوء. هو هذا راكم عارفين المعمول اللي كيكون عامر بالتمر، ايوا هو هذا. قلت الله تنشاركوا معكم، الله يخلف عليهم وردوها لهم في ساعه الخير. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، نتمنىكم تكونوا دوزتوا وقيته زوينه معايا وعجبكم الفيديو. واللي جربت الوصفه تقولها ليا وتخليها لي في التعاليق. بيزو لكم كاملين ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله.